كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد الأضحى. تعالوا نعمل مع بعض الفتة على أصولها. هنجيب حتة سمنة فلاحي وهنسيحها، بس مش هنطول عليها عشان ما تتحرقش، يا دوبك هنديها تسيحة وننزل عليها بقطع اللحمة بتاعتك. ويا ريت تبقى سمنة بيضة عشان لما نيجي نعمل الرز بتاعنا ونستخدم شوربة اللحمة، الرز ما يبقاش اصفر او غامق، يبقى الرز فاتح وجميل زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. هنحط حتة اللحمة بتاعتنا ونشوحها كويس جدا جدا، ونحط عليها شوية فلفل اسمر صغيرين. حابة تحطي منكهات حطي، يعني حطي حبهان مستكة ورق لورا. انا ما بحبش في اللحمة منكهات، اللحمة بس مش بحب معاها منكهات. بحب احس بطعم الشوربة بتاعت اللحمة، واحب احس باللحمة، بطعم اللحمة نفسها من غير اي حاجة تغير طعمها. هنحط مع بعض بصلاية كده حلوة ونقطعها 4 ارباع، وننزل عليها بمية مغلية. هنغطيها بالمية المغلية، وبعدين اعملي حسابك ان احنا نزود في المية شوية علشان احنا هنستخدم شوربتها في شوية حاجات كتير. طبعا الريم اللي فوق الوش ده احنا بنشيله اول باول لان هو بيبقى شايل زفارة، يعني ما تسيبوهوش، تشيليه دايما. انا هفضل اشيله معاكم لغاية اما اصفي الشوربة خالص واخليها زي الفل، وما فيهاش اي ريم يعكرها ولا يديها زفارة. بس كده. بصي بقى، عشان تاخدي حتة لحمة طعمها تحفة ودايبة دوب، هتحط لها المية تكون سخنة ومغلية، بس هتديها تشويحة الأول وبعدين توطي عليها شعلة وتسيبيها لغاية ما تستوي. والله ما خدت معايا وقت وبقت زي ما انتوا شايفينها كده، ولا زودتها مية كتير. المفروض اننا كل ما نعوز بنزودها مية مغلية، لا انا بحس ان ده بيأثر في طعمها. انا عن نفسي وطيت عليها شعلة وسبتها على نار هادية تاخد راحتها خالص لغاية ما تستوي. وانتي بتحطي الملح بتاعك راعي قوي ان انتي هتستخدمي الشوربة دي في الرز، وهتحطي ملح على الرز، وهتعملي لها تسبيكة صلصة وهتحطي ملح في الصلصة. فخدي بالك من ملحك يبقى قليل مش كتير. ملح لما يبقى قليل تعرفي تعالجيه، انما لما يبقى كتير مش هتعرفي تعالجيه وهتبوظي الطبخة كلها. في حلة تانية بقى هنحط شوية زيت على حتة سمنة فلاحي، ونشوح برضو السمنة لغاية اما تسيح كده، وبعدين نحط عليها الرز. وشوحي الرز على قد ما تقدري، خلي كل رزاية تتغلف بالمادة الدهنية، ده اللي بيديها الفلفلة والطعم الجميل. افضلي شوحي فيه لما تقطعي قلبه. بس هننزل بالملح بتاعنا، وبرضه هنراعي ان الملح يبقى حاجة بسيطة مش كتير. وبعدين بعد ما نغلفها بالملح هنقلبها ونشوحها برضو عشان تتغلف بالملح، وبعدين نبتدي ننزل عليها بالشوربة بتاعتنا. انتي عايزة تحطي مية على شوربة حطي، عايزة تحطي شوربة صافي حطي، عايزة تحطي مية بس تبقى مية مغلية حطي. انا هنا حطيت على كوبايتين رز كوبايتين الا ربع مية، كوبايتين الا ربع شوربة، اسفة. بس هغلفها بالشوربة ومش هحط شوربة كتير عشان ما يعجنش مني. بس كده. هغطيها واغطي عليها شعلة واسيبه ياخد ويدي مع نفسه. طبعا انا هنا كنت بصفي الشوربة عشان البصل، علشان اي حاجة نازلة من الشوربة ما تنزلش في الرز وتعكر طعم. هنا بقى هجيب حتة سمنة فلاحي برضو، واقوم جاية مسيحها وانزل بالعيش بتاعي. انا هحمص العيش بتاعي على البوتاجاز من فوق بحتة سمنة فلاحي. انت عايزة تقومي جاية مغلفاه بالسمنة الفلاحي وتحطيه في قلب الفرن يبقى تحفة. عايزة تحطيه في قلب الفرن من غير حاجة يبقى تحفة. المهم انك ما تستخدميش الزيت، لان الزيت مش هيبقى مستحب قوي مع الفتة، مش هيبقى طعمه حلو مع الفتة، غير انك بس هتحطي منه شوية صغيرين مع الرز عشان يفلفلوا. هنا هفضل اشوح في العيش بتاعي اللي انا مقطعاه لغاية اما يتحمر. في ناس بتقوم جايبه العيش دوت حاطاه في قلب الفرن بحاله، وبعد ما يتحمص تقوم جايه مكسراه. لا انا حباه كده. هنا بقى كنت سبت المقلة بتاعتي لما سخنت قوي، انتي ما تعمليش كده. هقوم جايه بقى حته سمنه فلاحي
واقوم جايبه، انا هنزل عليها بسقطه زيت صغيره علشان بس ما تتحرقش، بس كده. وهنزل عليها براس توم محترمه. بصي، تسبيكه الصلصه عايزه توم، راس توم محترمه كده واشوح فيها. هنا كنت بنزل السمنه بتاعتي اللي كانت يعني لازقه في الشوكه. هفضل اشوح فيها لغايه ما تديني اللون اللي انا بحبه او اللي انا عايزاه. بس انا مش عايزه اكتر من اللون ده. هي دلوقتي اللون هيبان لكم، هو مش باين لكم من السمنه، هو هيبان لكم دلوقتي. هحط بقى 4 معالق خل كبار، شويه خل محترمين كده. انتي بتحطي الخل خدي بالك من طشة النار دي. وهحط الصلصة بتاعتي، صلصة الطماطم. لو انتي حاسة ان صلصة الطماطم بتاعتك فاتحة، عززي اللون بتاعها بمعلقة صلصة طماطم من بره. انا ما بحبش صلصة الطماطم بتاع بره كتير بصراحة. وهحط عليها كبشة شوربة، هحط عليها شوية ملح مش كتير، هحط عليها فلفل اسمر، هحط عليها كزبرة ناشفة ومعلقة سكر بس، واسيبها تتسبك زي كده. بص الرز كان مفلفل وجميل والله العظيم تحفة، وما كانش معجن ولا ماسك في بعضه ولا الجو ده خالص. كان بصوا مفلفل وتحفة، وكان ابيض جدا. هحط بقى العيش بتاعي، وهسيب شوية في جنبه. هقولكوا ليه دلوقتي. احط بقى كبشتين شوربة كده او كبشة شوربة حسب ما تحبي. انا مش عايزاه يدوب ولا يبوش في قلب الشوربة، عشان كده انا مش هحط شوربة كتير عليه. انا بس هديله طعم الشوربة، وكده كده انا هحط شوربة جنبه. احط عليه معلقة من التسبيكة اللي انا عملتها، وبعدين هنزل عليه بالرز بتاعي. الرز كان خطير والله العظيم، الرز كان خطير. انا عايزه اقول لكم ان جوزي ما كانش بيحب الفته اللي هي بالتسبيكه دي ابدا. كان اللي هو يا دوبك رز وشوربه ولحمه، واللحمه تبقى محمره ما تبقاش مسلوقه. والله العظيم والله العظيم اول مره جوزي ياكلها ويحبها وينسفها. والله كانت خطيره، كان طعمها خطير. جربوها بالطريقه ديت وهتدعولي، واللي يجربها بالطريقه دي يا ريت يقول لي طلعت معاه حلوه ولا لا. هنا هزينها بشوية تخديعة أو شوية تسبيكة من اللي أنا عاملاها. وده شوية العيش الناشفين اللي أنا سبتهم من غير شوربة، هزين بيها من الجناب. وبعدين هنزل باللحمة. اللحمة يا جماعة أنا مكنتش عارفة أمسكها من دوبانها، كنت كل ما أمسك حتة لحمة لازم تتقطع وتقع. هنا هزين اللحمة. بصوا بقى، هي تكاية لو عملتوها هتبقى خطيرة، بس أنا ما عملتهاش علشان جوزي يرضى ياكل. بصي، فصين توم محترمين كده او شويه توم محترمين، وتقومي عاملينهم زي تقومي محمراهم في حته سمنه فلاحي زي الطشه كده، بس ما تحطيش عليها خل ولا كزبره ناشفه. هي بس لغايه ما تحمصيها زي البصل المكرمل كده والبصل المحمر بتاع الكشري ده. بقى هتحمري التومه كده، وبعد ما تخلصي وتزيني طبقك ومش عارفه ايه تحطيها متزينه فوق الوش كده. بتدي طعم خطير خطير، بتبقى تحفة. ما بيبقاش فيها طعم توم ولا ريحة توم ولا الجو ده، بتبقى خطيرة والله العظيم. الفتة النهاردة يا جماعة كانت خطيرة، والشوربة كانت تحفة بالهنا والشفا.